بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقولون إذا ما نصح إنسان نصيحة أو حاول أن يصلح وضعا خاطئا أو اجتهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقولون له يا أخي ليس عليك هداهم، أو يقولون حسابهم على الله سبحانه وتعالى، أو يقول له من ينصحه الله سبحانه وتعالى راح يحاسبني، مو أنت اللي تحاسبني. الجواب على ذلك نقول نعم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم صحيح، وصحيح أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسب ولست أنا، لكن أنا سيحاسبني الله عز وجل أيضا إذا ما نصحتك، لأن كل مسلم يجب عليه أن ينصح وأن يوجه حسب طاقته واستطاعته. يقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الذي قال ليس عليك هداهم هو الذي قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن لا تعارض بين أن الهادي هو الله وبين قول الله سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تعارض. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صعد على المنبر يوما وقال: يا أيها الذين آمنوا أنتم تفهمون هذه الآية على غير وجهها، لا تعني ولا تقصد هذه الآية أن تتركوا أمر الناس بالمعروف وأن تتركوا نهيهم عن المنكر، لا، ولكن من تمام الهداية، من تمام هدايتك أن تنصحهم وأن تأمرهم وأن توجههم، فلا تعارض بين هذا وهذا.